أخيرا فيديو جديد بعد غياب طويل. من كام يوم تقريبا نزلت منتدى عن ايه هيكون الفيديو الجاي. كتير منكم صوتوا، عارفه ان هو 13 صوت بس عندي في الدنيا يعني. فالنهارده قررت اني اعمل فيديو عن تجربتي مع الرهاب الاجتماعي، مع ان معظمكم 62% من الاصوات اختاروا اني اعمل عن الدراسه والاسد للدراسه وكده وازاي ابقى متحمسه للدراسه، ولكن لاني وبكل بساطه كنت كاتبه السكريبت بتاع الفيديو ده من بدري وكمان كسلت اكتب سكريبت جديد، فيلا بينا نبدا الفيديو بتاع النهارده عباره عن اني احكي تجربتي في الرهاب الاجتماعي اكتر من اني ادي نصيحه. يعني انا هحكي تجربتي ان انا ازاي مريت مع الرهاب الاجتماعي وازاي اقنعت نفسي ان محدش اصلا مركز معايا وبالتالي اتخلصت منه. فيلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حياتي أنا كنت أكتر حد بيخاف من التجمعات دي كانت عائلية أو صداقة أو إلى آخره. كنت بخاف يعني أعبر عن رأيي في التجمعات العائلية، أتكلم مع حد وكده. كمثال لما كنت ببقى متأخرة على الحصة الأولى والكل كده قاعد يبصلي، كنت بحس إن أنا عايزة الأرض تنشق وتبلعني. ويا سلام بقى لو كنت مع شوية ناس واتكلمت فجأة كلهم سكتوا، اللي هو مستنيني أنا أتكلم، مستنيني أقول حاجة. بحس إنه الكوكب اتوقف تماما. طبعا انا دلوقتي يعني الحمد لله مبقيش عندي الخوف ده. بس خلونا نتعرف ايه هو اصلا الرهاب الاجتماعي. وهو بكل بساطه خوف من التفاعل مع الناس، الخوف من انك تتكلم او تبقى مركز اهتمام. بتحس دايما انك هتقول حاجه غلط وهيفضلوا يبصولك بطريقه غريبه، اللي هو انت ليه اتكلمت اصلا، او الناس هتحكم عليك. يعني مثلا تكون قاعد مع شويه ناس ويكون خلاص هتقول كلمه تلاقي دماغك بيقولك ما تتكلمش هتتبهدل، لا الدنيا هتبوظ، اسكت خالص، وانت فعلا تسكت. من الاخر الرهاب ده بيساوي الخوف من التفاعل مع الناس. وطبعا الموضوع ده شائع جدا بين الناس او اغلب الناس، وطبعا انا منهم. اتذكر اول يوم ليا في ابتدائي دخلت الفصل وطلاب الفصل كلهم قاعدين وانا واقفه جنب المدرسه بتاعتي يعني، وهي بتقول للطلاب دي زميلتكم الجديده في الفصل. بعدها وجهت لي انا الكلام وقالت لي عايزه تقعدي فين، فشاورت على اي مكان في الفصل، وانا اصلا يعني من كتر الخوف انا مش شايفه المكان ده. وبعدها قالت لي روحي اقعدي في المكان اللي انا شاورت عليه، يعني لا انا معرفوش اصلا. فمن كتر الخوف كنت متجمده مكاني لدرجه انه البنت اللي شاورت اني اقعد جنبها جت واخدتني عشان اقعد معاها يعني. وطبعا ما كنتش بتكلم مع اي حد، ولما كنت بتكلم كنت بندم اني اتكلمت. كنت بفكر انه محدش بيحبني وكلهم بيتجنبوني مع ان انا اللي كنت بتجنبهم. كانت اكبر مخاوفي هي الاذاعه المدرسيه هي اكتر حاجه بيخاف منها الطلاب اللي عندهم رهاب اجتماعي، يعني دي شيء طبيعي. لا اعتقد ان في يوم من الايام طلعت اذاعه وانا في المرحله الابتدائيه، وحتى لو طلعت كنت بنسى نص الفقره بسبب الضغط او التوتر اللي كنت فيه. مرحله الابتدائي والاعدادي يعني الى حد ما كانت من اصعب المراحل، بس انا هنا عشان اقولك ازاي لو انت كنت زيي تخلص من الرهاب الاجتماعي ده باسرع طريقه. بس قبل اقول لك الخطوات، انا واحده من الناس اللي ما اتعلمتش ازاي تخلص من الرهاب الاجتماعي. فجاه كده لقيت نفسي اتخلصت منه وبقيت بتكلم مع الناس طلاقه، ما بقيتش بخاف من الاذاعه المدرسيه. طبعا ده في نص المرحله الاعداديه والحمد لله اتخلصت منه. بس انا هنا مش هسيبكم وهقول لكم 3 خطوات فيكم في التخلص من الرهاب الاجتماعي. الخطوة الأولى، ابدأ بصباح الخير. كل شخص عنده رهاب اجتماعي لما يدخل على جمع من الناس ويقول صباح الخير بيحس انه داخل حرب، لكن حاول عشان تقلل القلق ده قبل ما تدخل على جماعة من الناس او على شلة أو على اي حاجة تتنفس نفس عميق. يقول مثلا اهلا، لو ردوا يبقى كده حلو، خدنا خطوة ايجابية. لو ما ردوش دول الناس ما عندهمش ذوق وما تصاحبش عليهم تاني ولا تكلمهم تاني. والخطوة التانية، قبل بداية اي كلام خد نفس بعمق كأنك بتشم اكلة بتحبها، وده هيساعدك كتير انك تبدأ كلام حتى لو كنت في اذاعة او في اي تجمع. التنفس بعمق كمان ممكن يفرق معاك في انك تقول فكرتك تبدأ. والخطوة التانية، افتكر ان محدش اصلا مركز معاك، الناس مشغولة بنفسهم. اي حد عنده رهاب اجتماعي فاكر انه لما يتكلم كل الناس حواليها تسيب كل اللي في ايديها وتبص له، اللي هو انت الشخص الغريب اللي اول مرة تشوف حياتك. في الحقيقة محدش اصلا فاضي. دماغك في الوقت ده هتبدأ تقول لك خلي بالك لو عملت كده ناس تضحك عليك وهيصوروك وهتبقى ترند وهيضحكوا عليك. بس ده مش حقيقة. بس في الحقيقة انه محدش مركز معاك، ودي حاجة في علم النفس اسمها the stoplight effect، وده باختصار انك دايما فاكر انك تحت الاضواء بينما في الحقيقة انك في قاعة ونورها مطفي ومحدش واخد باله انك موجود اساسا. فكل مرة تحس انك متوتر
مركز زيادة، بص حواليك هتلاقي الناس كلها مشغولة بنفسها، وعلشان تعرف انك مش نجم مسلسل، انت بني ادم عادي وسط ناس عندهم قلق برضه. بس لو وصلت لغاية هنا في الفيديو اكتب لي ايه اكتر موقف محرج حصل لك وانت وسط الناس، ولو عجبكم الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة عشان تكبر بيكم. واكيد شكرا لل 200 واحد اشتركوا في القناة وعجبتهم، واشترك في القناة انت كمان عشان تنضم لينا، وسلام.